ابتكار طبي جديد سيساعد أكثر من 382 مليون شخص على مستوى العالم مصابين بداء السكري بإدارة مرضهم من دون الحاجة إلى وخز أصابعهم مرات عدة كل يوم للحفاظ على مستويات السكر في الدم. من أهم المشاكل اللي نواجهها دائما مع مرضانا هو عدم القيام بقياسات متعددة للسكر أثناء اليوم. ذلك يأتي لعدة أسباب، إما لعدم توفر بعض الشرائح أو لصعوبة عمل بعض الأجهزة أو كذلك لوجود آلام لأنها تتطلب وخز عن طريق الإبرة في الإصبع بشكل متكرر. يعتمد الجهاز الجديد على مراقبة السكر السريعة عبر مجس يمكن أن يثبته المريض على جسمه لمدة تصل إلى 14 يوما، ويمرر عليه الجهاز ليعطي قراءة كاملة ومستمرة في وقت قياسي ومن دون آلام وخزات الإصبع المعتادة. كيف كنت أنت بتقيس مستوى السكر في الجسم؟ والله كنت أقيسه عن طريق الأصبع، الأجهزة هذه التجارية، يعني 7 مرات في اليوم، الصيام وقبل الوجبة وبعد الوجبة بساعتين، يعني 3 وجبات في اليوم، هذه 6 مرات قبل وبعد، ومرة صيام. استمرت يمكن على الكلام هذا سنة، بعدين بطلت من إضافة إلى قراءة الجلوكوز الحالية، يوفر الجهاز الجديد في كل عملية مسح القراءات المحفوظة ل8 ساعات سابقة والاتجاه الحالي لمستويات الجلوكوز، وتهدف البيانات التي يقدمها الجهاز إلى توفير اتجاهات وأنماط تستلزم اتخاذ إجراء قد يساعد الأشخاص في تحديد كيفية تغيير الغذاء ومساعدتهم في تحقيق نتائج صحية أفضل. إنه بإمكانه الحصول على أكثر من 8 أنواع من التقارير يتم إنزالها خلال أقل من دقيقة واحدة، وتعطي بشكل دقيق ومفصل للطبيب أو الممارس الصحي كيف كان مستوى السكر خلال الفترة الماضية. وتعتبر مستشفيات القوات المسلحة في الطائف من أوائل المنشآت الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم بتوفير الجهاز الجديد، كما سيتم توفيره بكميات أكثر في الربع الأول من عام 2016 في باقي المستشفيات السعودية. من الطائف، سعود الخلف، العربية.